رفاقي تفضلوا رفاق المؤتمرين. والقضاء عليها ثقافيا تحت وطأة الأنظمة الفاشية والشمولية. أيها الأخوات، أيها الأخوة، في مستهل العام 2018 المنصرم، وفي ظل ظروف إقليمية ومحلية بالغة التعقيد والحساسية، وفي ظل تطورات خطيرة في ريفي دمشق ودرعا وحمص، حيث كانت آلة القتل الهوجاء تعمل في أجساد السوريين، والحل العسكري المغلف بتفاهمات سوتشي والأستانا، والذي ابتلع وعبر مناطق خفض التصعيد رويدا مناطق لم تكن ولمدة طويلة ضمن سيطرة النظام. ومن قلب المعاناة التي كابدها السوريين جاء تأسيس هذا الحزب ليحمل آمال وآلام السوريين وطموحاتهم في بناء سوريا جديدة. ومنذ انطلاق حزب سوريا المستقبل في عام 2018 إلى يومنا هذا ونحن نخوض كفاحا على كافة الأصعدة لتحقيق تطلعات شعبنا لنيل الحرية والمساواة والعدالة، رغم التحديات التي تواجهنا سياسيا واجتماعيا وإقليميا، لما تتميز به المنطقة من موقع جيوسياسي وتحولها إلى مركز للصراع العالمي والإقليمي. أحمد أسعد، عضو مكتب تنظيم فرع الجزيرة لحزب سوريا المستقبل. نحن اليوم في شدادة بصدد مؤتمر الأول لمجلس ناحية الشدادة لأجل انتخاب مجلس في ناحية الشدادة ومناطق التابعة لها. نتأمل أن يكون هذا المجلس قادرا أن يمثل حزب سوريا المستقبل في المرحلة القادمة، وأن يكون هناك نشاط أكبر ما كان في السابق. نتمنى ذلك. الحقيقة هذا اليوم هو موعد انعقاد مؤتمر لجنة الشدادي لحزب سوريا المستقبل. هذا المؤتمر الأول للجان الحزبية على مستوى فرع الجزيرة. الحقيقة الهيكلية التنظيمية لفرع الجزيرة هي 7 نواحي، تبدأ بالشدادي وتل براك والحسكة وتل حميس وتل كوشر والقامشلي إلى آخره، 7 نواحي. من ثم بعد ما ننهي هذه المؤتمرات وانتخاب رئيس لمجلس ناحية الحزب ونائب الرئيس واللجنة الحزبية للناحية، ننتقل إلى مؤتمرات المناطق، وعندنا منطقتين، منطقة الحسكة ومنطقة القامشلي. ثم بعدها يتم المؤتمر العام للحزب، المؤتمر الثاني العام للحزب في الرقة.